السلام عليكم. بذمتكم كام واحد كده كان بيسرق الكفتة دي وهي لسه متحمرة قبل ما تتحط في الدمعة من ورا مامته؟ أنا أولكم يا جماعة. المهم النهاردة هقول لكم على كل أسرارها وتريكاتها، هتطلع معاكم مقرمشة ومش هتفك ولا تفرقع ولا أي حاجة، وكمان من غير مكرونة والحاجات اللي بنسمع عنها دي. الأول ده إيه؟ ده كيلو رز مصري مغسول ومتصفي، وعليهم 3 حزم من الشبت والبقدونس والكزبرة متقطعين ومتنضفين ومغسولين تحت المية الجارية، والعيدان دي لازم تتشال، ودي أهم تركاية عندنا في التركات اللي هنقولها كتير قوي، إن الكفتة اللي بتفك مننا. بعد كده بقى أحط البهارات: ملح طبعا معلقة كبيرة ويمكن معلقة ونص كمان، ومعلقة فلفل، ومعلقة من البهارات بتاعت 7 حبات، ولو مش عايزين تحطوها بلاش خالص. على العموم يعني هي مش بتضيف حاجة قوية قوي لأن احنا كده كده بنحط لحمة. وبعد كده نص معلقة من الكمون. هتقولي لي الكمون غلط، هقول لكم يا جماعة مش بيبان خالص، ده كيلو رز هنحط عليه لسه لحمة وحاجات كده تانية، بس هو مفيد عشان الهضم. اللي مش عايز يحطه برضه ما يحطش، يحط ملح وفلفل. وحوالي 4 5 فصوص من التوم، بس التوم اللي عندي علشان كبير فأنا حطيت 4 بس كفاية، ممكن تزودوا كمان 1 ولا 2 لو التوم متوسط. بعد كده بقى دي التاني تركاية وحاجة مهمة جدا يا جماعة: البصل. هنا لازم تحطوا بصلة متوسطة لأن البصل برضو بيخلي الكفتة تفك. يعني أول حاجة العيدان بتاعة الخضرة ممكن تخلي الكفتة معاكم تفك، فياريت تشيلوها. وتاني حاجة البصل ما يكونش كتير عشان فيه كمية مية كتير قوي، فممكن برضو تخلي معاكم الكفتة تفك. المقادير دي مظبوطة جدا يا جماعة. هاخدها كده زي ما هي واروح اشتري حتة لحمة حلوة، عايزينها بقى بقري عايزينها جملي براحتكم. انا الصراحة بروح اجيب لحمة جملي، بحبها جدا باللحمة الجملي، وبخليه كمان يعني يوزن لي الكيس اللي هو بقى الرز بالتوابل بالبصل بالحاجات دي، واحط قده بالظبط لحمة. يعني الحاجات دي طلعت عندي حوالي كيلو ونص، حطيت قدامها كيلو ونص من اللحمة وفرمتها وبعدين كيستها، حطيت بقى شوية كده في كام كيس عشان تتعمل كام أكلة، والباقي هحمرهم معاكم. ما طحنتهمش في البيت ليه زي الفيديو اللي فات يا جماعة؟ علشان الصراحة المطحنة بتاعتي باظت، ودي تاني مطحنة وانا مش هجيب تاني. المهم بقى صبعتهم زي ما انتم شايفين كده، وياريت الصوابع ما تكونش كبيرة قوي. وكمية الزيت بقى يا جماعة اللي عليها معلقة سمنة، انا مش بحط كتير علشان خاطر الزيت ده بعد كده برميه، فما بهدرش منه، بحط شوية صغيرة واقعد احمر شوية في شوية. وعلى فكرة الجزار كل مرة يقول لي هحط لك حتة دهنة يعني كده، انا بقول له لا، انا لا بحب احمر في دهن ولا بحب حتى احط دهن كده ومعاه وهو بيتفرم، مع انه بيدي طعم حلو قوي لكن بصراحة بيبقى تقيل. وتعالوا بقى اقول لكم على الحاجات اللي ممكن تخلي كفتة الرز معاكم تفك. اول حاجة طبعا العيدان بتاعة الخضرة لازم تشيلوها. تاني حاجة البصل ما يكترش، لازم تكون بصلة متوسطة على الكمية اللي انا عملتها دي كلها. تالت حاجة بقى ودي عرفتها من الجزار بصراحة، ان لازم الملح يكون مظبوط، وهو كتر خيره يعني بيدوق الكفتة بتاعة الناس كلها، واللي ملحها مظبوط خلاص بيعديها، اللي ملحها ناقص بيحط لها شوية ملح. بعد كده بقى ودي حاجة مهمة جدا برضو، قال لي انت تاخديهم وتقسميهم على طول على قد الوجبات اللي تحطوهم في الفريزر. بعد كده الشويه اللي انت هتحمريهم تحمريهم على طول، ما ينفعش يتحطوا لا في التلاجة ولا بره التلاجة اي وقت. وحاجه كمان بقى قطعيه اللحمه يا جماعه لازم تكون خشنه مش ناعمه. وعايزه بقى اسمعكم صوت القرمشه. انا بس عايزه اسمعكم صوت القرمشه. تحفه. ولا حطينا عليها اي اضافات بقى، مكرونه بسمع حاجات غريبه الصراحه، وفي بطاطس كمان وحاجات كده يعني. المهم عملتها في دمعه، لو عايزين تعرفوا طريقه الدمعه المره الجايه ان شاء الله قولوا لي وانا هنزلها لكم على طول. عايزه اقول لكم حاجه كده حلوه قوي طعمها